حدد المواد الأساسية والمواد الفرعية، ودي اتكلمنا عنها قبل كده. هحدد المواد الأساسية والمواد الفرعية، وهنقول ليه دلوقتي في الجدول. لأن على سبيل المثال المواد الأساسية لو هي عليها 300 درجة، المادة الفرعية عليها 50، فتخيل من 300 ل 50 فلها وقتها. هنعمل لها وقت معين، وهنعمل لها جهد معين وخطة معينة، استحالة أسويهم ببعض، وده اللي هركز عليه في الجدول. فأول حاجة هعملها هشوف ايه هي المواد الأساسية اللي عندي وايه هي المواد الفرعية. ودايما المواد الأساسية عندنا بتبقى المواد النيرسينج. بعد ما خلصت المواد الأساسية والمواد الفرعية هبتدي أحدد عدد المحاضرات وأقسمها على الأيام. حاجة حدد المحاضرات الكبيرة اللي محتاجة جهد أكتر. فعندي كده 4-5 محاضرات غلسين وطوال وفيهم كل حاجة، يعني متعبين. أحددهم ليه؟ هنقول برضو دلوقتي. ما احنا مش هنعمل محاضرة سهلة زي محاضرة محتاجة جهد ومحتاجة وقت. برضو كل الحاجات دي هنبتدي نظبطها عشان واحنا بنعمل الجدول بتاعنا. رابع حاجة، حدد أيام الأجازة من الكلية أو المعهد. شوف انت عندك مثلا بتاخد خميس وجمعة، في بعض الكليات بياخدوا جمعة وسبت، في بعض الكليات أنا شفت في بعض الكليات بياخدوا 2 و3. فشوف انت اليومين اللي بتاخدهم امتى. ليه؟ برضو هنعرف دلوقتي. لأن اليوم الأجازة فانت فري، لكن اليوم اللي فيه كلية فانت مضغوط. فبرضو هنظبط الجدول بتاعنا على أساس أيام الأجازة بتاعتنا.